سوق مدحت باشا في قلب العاصمة دمشق. ولا تزال الناشطات اللواتي حملن لافتات تدعو لإيقاف العمليات العسكرية معتقلات منذ الأربعاء الماضي. عرائس للحرية في زفة بقلب العاصمة دمشق وفي سوق من أبرز معالمها، سوق مدحت باشا. لهذا السوق تأتي كثير من نسوة سوريا لشراء ثياب الفرح، وفيه أيضا اعتصام سلمي وزغاريد. بطاقة العرس هذه المرة دعوة لإيقاف العمليات العسكرية لأجل الإنسان السوري. كند الزاعور، لبنى الزاعور، رؤى جعفر، ريما الدالي، 4 عرائس خرجن بثياب الزفاف. قلنا إن اعتصامهن كان لأجل كل السوريين، لأجل كل المعتقلين، لأجل في سوريا. ريما دالي اسم ارتبط بذاكرة السوريين يوم خرجت أمام مجلس الشعب ورفعت لافتة تقول: أوقفوا القتل، نريد أن نبني وطنا لجميع السوريين. اعتقلت ثم أفرج عنها، ولأن سوريا ما زالت معتقلة خرجت ريما مرة أخرى إلى الشارع، إلى عرسها وإلى معتقلها. في العرس أيضا ثمة مكان للسلاح، ليس احتفالا بالفرح هذه المرة، ولكن لاعتقال العروس. دقائق قليلة فصلت زفة العرائس قبل أن يتم اعتقالهن. يبدو أن صوت السلاح هو الأقوى، ولا مكان للفرح. في هذه الأثناء يواصل سكان حي الشعار في حلب انتشال جثث ضحايا القصف الذي تعرض له الحي ومستشفى دار الشفاء قبل يومين، وذلك بعد أن